zata yaumin ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lin Nabi awsini ya Rasulullah. Al-murad min hadzal qaul aw talaba hadzal rajul yani at-tawjihat aw al-irsyadat hatta kanat hadhihi tahmiluhu ila hayati sa'idah imma fid dunya wal akhirah. Awsini ya Rasulullah. Qala hadzal rajul fa ajaba an-nabi la taghdab. ثم ماذا يا رسول الله؟ قال النبي لا تغضب. ثم ماذا يا رسول الله؟ قال النبي لا تغضب. لا تغضب لا تغضب لا تغضب. قرر النبي الإجابة بثلاثة مرات لا تغضب. يا أصحابي في الملة أن الغضب أساس المشكلة في حياتنا. أن الغضب يصعبنا. إذا كان الغضب يؤثر ذهننا أو فكرنا سيظهر العمل خارج من العادة فطبعا يعني كان الأحد يضرب الأحد كان الأستاذ يضرب طلابه أو يلتم طلابه هذا بسبب الغضب وكان الأحد يتكلم بكلام أو بصوت عال وهو يأتي بجنونها هذا بسبب الغضب. إذا كان الكلام غير نافع أو يؤثر قلوب الناس إلى المرض لا نتكلم عنه. قال العلماء الصوفية داء الغضب بالصمت أن الصمت دواء للغضب. لا تغضب في المجتمع لا تغضب حول الناس ولا ترفع صوتك بصوت عال هذا فطبعا غير جيد. وأما الكلمة المشهور لدى المتعلم في المعهد لا تغضب فلك الجنة. إذا كان الكلام أو إذا تناقشت مع أصحابك والكلام خير نافع أو غير جيد فلا تتكلم عنه ولا سيما إذا أتاك الكلام من الجهلاء فلا تجهب كلامه لأن هذا لا ينفعك فلا تجبه فغير من إجابتك السكوت لأن هذا يمكن يؤثر إلى الغضب. لا تجب كلامه يا أخي لأن ترك الكلام على الجاهل جواب. شكرا.